طيب الله مساكم أينما كنتم سيداتي سادتي، من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. ورشة عمل حول الشعر الشفهي لقومية الساحو. تقييم أنشطة الاتحاد الوطني للمرأة في سويسرا. سيمينار حول أهمية أشجار الشورى. روسيا تتوعد أعدائها بالخيار النووي وصفقة لتبادل الأسرى. الصين تدعو للتعامل بهدوء مع مسألة المنطاد وتحذر من تشويه سمعتها. إيران ترد على تقرير الوكالة الذرية اتهامها بأعمال سرية. نظمت مفوضية الثقافة والرياضة ورشة من الأول وحتى 3 فبراير في مدينة الدقيح لاستكشاف الشعر الشفهي لقومية الساحو. ارتكزت ورشة العمل التي شارك فيها الأعيان وخبراء الشعر الشفهي والكتاب على 1107 قصيدة شعرية شفهية جمعها الأستاذ عبد محمد في دراسة استمرت ل10 سنوات. وقال الأستاذ عبد محمد أن الهدف من الدراسة التي حوت القصائد الشعرية فيها أكثر من 600 صفحة توثيق القصائد الشعرية الشفهية وحفظها من أجل الأجيال. وأوضح الكاتب والباحث في التراث السيد سلمون طهية أن نتائج الدراسة البحثية في شعر الساحو تأتي في إطار الحفاظ على التنوع الثقافي الإريتري وتطوير لغة الأم، مشيدا بالأستاذ عبد محمد الذي أعد الدراسة بجهد امتد لسنوات. وأشاد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاتين بمبادرة تجميع وحفظ وتطوير شعر الساحو بطريقة علمية الذي هو جزء من التراث القني لقومية الساحو. من جانبه أوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخليه أن القصائد التي قيلت خلال مئات السنين تعكس تاريخنا وثقافتنا وتصدينا وهويتنا، داعيا الجميع لتوثيقها وحفظها حسب المستطاع كي لا تبقى شفهية فقط. وقدم المشاركون في الورشة آراء وأفكار تثري الورشة. قيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في سويسرا أنشطته يوم 28 من يناير الماضي في مدينة أرقاو تحت الشعار قيمنا المتحضرة ضمان المساواة، وبحث برامج عام 2023 هو القوانين الداخلية. وقدمت رئيسة الفرع السيدة ترحس تولدت تقريرا مقتضبا عن اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية، وأوضحت بأن الفرع يعمل بتنظيم جديد لإكمال المشاريع التي أطلقها. وبحث الاجتماع بتوسع مسودة القوانين الداخلية للفرع والاتحاد وأهداف الاتحاد وحق العضو وحقوق العضو الداعمة والخطوات الانضباطية والهيكل التنظيمي والمؤتمر وسلطة المؤتمر. وذكرت المشاركات على العمل بقوة للدفع بدور المرأة الإريترية في بناء الوطن. وقال ممثل السفارة الإريترية السيد أماية زكرياس أن الأعمال التي يقوم بها فرع الاتحاد الوطني للمرأة تعتبر مثالا يحتذى به، مؤكدا وقوف السفارة إلى جانبهن. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الإريترية بالإقليم الأوسط في الفترة من 24 من يناير حتى 2 فبراير دورة تأهيلية بالعلوم الاجتماعية شارك فيها 3000 طالب. وقال مسؤول الفرع السيد سامسون كفلي أن الدورة المقدمة ل9 أيام في المكتب المركزي للشباب اشتملت على مواضيع مختلفة مثل الشباب والخدمة الوطنية والنشاط السياسي
وأعمدة الميثاق الوطني وغيرها من المواضيع. وذكر رئيس الاتحاد السيد صالح مدين أن الشباب هم عماد الوطن ورواد البرامج الوطنية، مناشدا الدارسين لتفعيل المعرفة المكتسبة في مدارسهم. قدم سيمينار بالتعاون بين وزارة الثروة البحرية وإدارة مديرية قلعلو فرع المرأة بالمديرية، تركز حول أهمية وفوائد أشجار الشورى في تنمية الثروات السمكية. وقدم الخبراء في السيمينارات لسكان منطقتي عكيل وحرينة وقلعلو توضيحات مسهبة حول التوارث الطبيعي السائد فيما يتعلق بفائدة وحماية، وكذلك أساليب حديثة أخرى تساعد في توسعة التشجير. وأوضح السيد محمود إبراهيم مدير المديرية أن المديرية غنية بأشجار الشورى، وأن المعرفة المكتسبة تعزز من حماية الأشجار، إضافة إلى أهميتها في تنمية التنوع الإحيائي. وقال المشاركون أن الشورى يعد من أهم أنواع العلف الحيواني، وله أهمية كبرى في تنمية الأسماك، وأن المعرفة المكتسبة تعزز ذلك، مؤكدين جاهزيتهم لحماية وتنمية أشجار الشورى. وتمتاز أشجار الشورى بفوائدها الكبرى في تكاثر الأسماك وحمايتها، إضافة إلى حماية التنوع الإحيائي. استشهد المناضل الرفاعيني كنفي عضو إدارة الإقليم الأوسط في 2 فبراير عن عمر ناهز 88 عاما. التحق المناضل الرفاعيني كنفي بصفوف قوات التحرير الشعبية في عام 1975، ونشط قبل ذلك في المنظمات الجماهيرية في ميلانو الإيطالية، وعمل قبل الاستقلال في الإدارة المدنية. وبعد الاستقلال عمل في إدارة الإقليم الأوسط في مختلف الوحدات، وخدم شعبه ووطنه بإخلاص وتفاني. المناضل الشهيد الرفاعيني كنفي رب أسرة وأب ل5 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى ظهيرة يوم أمس 3 فبراير في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. ويشطر بإدارة الإقليم الأوسط عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل الرفاعيني كنفي، تقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه في العمل. السادة والسيدات، إلى فاصل ونستمر فيكم بالأنباء العالمية. توعد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأن الرد الروسي سيكون سريعا وقاسيا إذا تعرضت شبه جزيرة القرم وعمق الأراضي الروسية للقصف، في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني التأهب الجوي العام تحسبا لهجمات جوية جديدة تتعرض لها البلاد. وقال ميدفيديف في تصريحات صحفية أن روسيا مستعدة لاستخدام جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك النووية، وذلك بحسب نوع ومستوى التهديدات التي تتعرض لها. في سياق متصل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لن تتخلى عن مدينة بخموت المحاصرة في شرقي البلاد. على صعيد آخر، أعلنت كييف وموسكو عن عملية تبادل جديدة للأسرى هي الثانية خلال العام الحالي. وقال الجيش الأوكراني أنه تم إنجاز صفقة تبادل كبيرة أفرجت روسيا بموجبها عن 116 جنديا أوكرانيا. حثت الصين على المعالجة الهادئة للجدل حول المنطاد الصيني المكتشف في أجواء الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن بكين لم تنتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة. وقال البيان أن وانغ يي كبير مسؤولي السياسة الخارجية أنه ناقش الحادث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر الهاتف، مؤكدا أن الحفاظ على قنوات الاتصال على جميع المستويات أمر مهم، خاصة في التعامل مع بعض المواقف غير المتوقعة. وكان بلينكن أرجع في وقت سابق زيارة لبكين قائلا أن وجود منطاد المراقبة كان عملا غير مسؤول وغير مقبول. وبينما سادت مخاوف من أن المنطاد يستخدم في التجسس، أكدت الصين أنه لأغراض مدنية مبدية أسفها لانجرافه إلى الأجواء الأمريكية.
وقللت الصين من أهمية إلقاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قائلة أن أي من الجانبين لم يعلن رسميا عن أي خطة من هذا القبيل. انتقدت إيران ما وصفتها بالمواقف السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد نشرها تقريرا عن تعديل سري داخل منشأة لتخصيب اليورانيوم، في حين اتهمت 4 دول غربية طهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن المواقف السياسية لهذه الوكالة الدولية بشأن البرنامج النووي ناتجة عن ضغوط خارج الوكالة. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أصدرت بيانا مشتركا قالت فيه أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبرهن أنها غير ملتزمة بالكامل بالضمانات التي نص عليها الاتفاق النووي. وصفت الدول ال4 التعديلات الإيرانية على تصاميم أجهزة الطرد المركزي في منشأة فورد النووية بمحافظة قم جنوب طهران بأنها تتعارض مع التزاماتها وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ذكرت السلطات التشيلية أن عشرات من حرائق الغابات المستعرة في تشيلي أودت بحياة ما لا يقل عن 13 شخصا. وأشارت السلطات التشيلية إلى أن نحو 40 حريقا أتت على نحو 35 ألف فدان في الوقت الذي تجتاح فيه موجة صيفية حر ذلك البلد الواقع في نصف الكور الجنوبي. وقالت السلطات المحلية أن 11 شخصا بينهم رجل أطفال لقوا حتفهم في بلدة سانتا خوانا في بيبيو الواقع على بعد نحو 500 كيلومتر جنوبي العاصمة سانتياغو. وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها أن مئات المنازل تضررت بينما اندلع 39 حريقا في جميع أنحاء البلاد. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وقبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. ورشة عمل حول الشعر الشفهي في قومية الساحو. تقييم أنشطة الاتحاد الوطني للمرأة في سويسرا. سيمينار حول أهمية أشجار الشورى. روسيا تتوعد أعدائها بالخيار النووي وصفقة لتبادل الأسرى. الصين تدعو للتعامل بهدوء مع مسألة المنطاد وتحذر من تشويه سمعتها. إيران ترد على تقرير الوكالة الذرية اتهامها بأعمال سرية. حتى جديد اللقيا، تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.